خلينا نحترم الصلاة. حتى الإمام الصادق في رواية في لحظاته الأخيرة من الحياة بعث إلى بني هاشم أقرباء أرحامه، جمعوا قال لهم أنا عندي وصية. شنو الوصية من رسول الله؟ قال لا ينال شفاعتنا مستخفا بصلاته، لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاته. شنو الاستخفاف؟ هسه هو فطر والحد الآن بعد ما مصلي زين، أو صائم ويصلي صلاة الفجر شنو قضاء، أو الظهرين يصليها قبل المغرب، يعني ما يلتفت إلى مستحبات الصلاة، لا الثوب مثلا ولا العطر ولا المسواك ما أدري. يعني بعض الناس يصلي بشورت وهذا البيت فيه 3 جناين 4 جناين عدا الأخوات، زين أنت بأي حاق بأي قانون رجليك طالعة وبنص البيت وتصلي وهاي زوجة أخوك شي يقول لك؟ هي مثل أخت شيخنا. وترى عندنا بعض البيوتات في العيد يقبلها وتقبله مثل أختي. مثل أختك شنو؟ ماكو مثل أختك، هذا مشكلة. هو إحنا لو دين لو طين. أكو كلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تبكوا على الدين إذا كان بيد أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا ذهب إلى غير أهله. الدين إذا وقع بيد اللطامة مولانا من الصبح لليل بسلطم إحنا هسه ما عندنا مشكلة. العقل يحتاج إلى غذاء، الروح تحتاج إلى غذاء، الجسد يحتاج إلى غذاء، فإحنا كنا نركز على غذاء الروح على غذاء العقل، وبالنتيجة حاصل محصلة يعني أنه لا بد أنه الإنسان يأكل حتى يقوى على هذه الحياة.